ازاي المصريين القدماء كانوا بينقوا المية؟ بص يا سيدي، النيل عند المصري القديم كان ساعات بيحمل طحالب ورملة وطمي وبكتيريا. المصري القديم بدأ ينقي المية بطرق بسيطة جدا وفعالة. أول طريقة عندنا بدأ يستخدم القماش. طب ازاي؟ جيب جرار فخار كبير وفوقيها قطعة قماش كتان ناعم، وكان ساعات بيحط شرايح بردي. المية كانت بتتصب في الجرار على قطعة القماش، فيقف الطمي والرملة والأوساخ وتنزل المية تحت صافية. تاني طريقة عندنا وهي طريقة الفخار. الفخار عند المصري القديم كان مسامي. يعني ايه مسامي؟ يعني ليه فتحات صغيرة جدا، والفتحات دي بتسمح للمية ان هي تتسرب ببطء شديد. اما الشوايب الكبيرة فبتفضل جوه، واللي بينزل برا بيبقى انضف. الطريقة التالتة وهي الترسيب. كانوا بيملوا اناء كبير من مية النيل ويسيبوه ساعات كتير من غير ما يجوا جنبه، فاللي يحصل الطمي ينزل تحت والمية النضيفة تفضل فوق.